السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم كوكيز الزبدة الأصلي بطريقة سهلة وبسيطة. ولو ما عندكيش أشكال للتزيين هقولك على كذا طريقة تشكلي بيها وتزيني بيها البسكوت بتاعك ويطلع شكله جميل جدا وطعمه تحفة وهيعجبك جدا إن شاء الله. المقادير أنا معايا هنا كوباية زبدة، هي هايشة كده بس علشان خاطر في أماكن في الكوباية ما اتملتش. ممكن تعملي بقى نص كوباية زبدة ونص كوباية زيت على حسب إمكانياتك، وممكن تعملي برضو بزيت بس طبعا ده بيختلف في الطعم. أنا بحب أعمله بالزبدة بس عشان بيبقى طعمه أحلى. هنضرب بقى الزبدة كويس كده لحد ما تبقى ناعمة خالص وتبقى شكلها كريمي. هي تاخد مدة كده حوالي 5 دقايق ضرب لحد ما تسيح خالص، بس أهم حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده معايا كوباية سكر حبيبات كده هضيفها وهضربهم كويس قوي لحد السكر ما يدوب خالص وما يبقاش ليه وجود وحجمها يتضاعف معايا. بعد كده هضيف بيضتين كده بدرجة حرارة المطبخ وهضربهم بقى كويس. هستمر بقى في الضرب، مش هوقف المضرب خالص. وبعد كده هضيف معلقة فانيليا صغيرة وهضربهم كده لحد ما الخليط ينعم معايا خالص ويبقى شكله كريمي ويتضاعف كده زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. بعد كده هيكون معايا 3 كوبايات دقيق نخلاهم مرتين. انا كده بنخل المرة التانية كنت نخلاهم قبل كده. ومعايا نص كوباية نشا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. هنزل بقى بالدقيق بالتدريج مع النشا، وبعد كده هحط رشة الملح ومعلقة البيكنج باودر وهقلبهم بالمعلقة علشان خاطر ألم كده العجينة. وبعد كده هلمها بإيدي عشان البسكوت ما بيتعجنش، هو بيتلم بس كده بالإيد علشان خاطر ما يعملش عرق معايا ويبقى ناشف معايا. بعد كده هحط بقى كمية الدقيق والنشا والم الخليط كده بإيدي وهشوفها بقى كده هي محتاجة دقيق تاني ولا لأ، بحيث ان هي لازم تكون بتقطم معايا كده. تشوفيها تتقطم ما تبقاش سايحة في ايدك علشان تعرفي تشكليها كويس وتطلع ناعمة وجميلة. وانا بلم العجينة كده هحسها بقى طبعا هي محتاجة دقيق ولا لأ. هي كده لسه محتاجة، هحط لها ربع كوباية دقيق بس، يعني هي كده هتاخد معايا 3 كوبايات وربع دقيق. هلمها بقى بالراحة خالص وبعد كده هوريكم بقى شكلها يبقى ازاي. لازم العجينة كده تقطم معاكي بعد ما تلميها وتحسيها ان هي بتتشكل بسرعة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. هنا كده بصوا انا بشكلها خلاص اتشكلت معايا وبتتقطم في ايدي. هعملها اجزاء كده وورق الزبدة او كيس عندك من بتاع خزين المطبخ هتفرجيها بالمردانة بالشكل ده. طبعا ما عندكيش اشكال تقطعي بيها. بصوا دي البصامة بتاعت الكحك. بعمل الاول البصامة كده بالشكل دوت وبعد كده بقطع العجينة بالناحية التانية. لو ما عندكيش بصامة ممكن تعملي بكوباية عادي وبخلة او بشوكة تعملي لها اشكال كده وتعملي لها اخرام كده فيها، هتبقى برضو شكلها حلو. ولو ما عندكيش برضو ده كله ممكن تعملي بأي حاجة. المكعبات بتاعت الأولاد اللي بيلعبوا بيها ممكن تغسليها كويس وتعملي بيها برضو هتديكي شكل حلو وجميل. يعني بنتصرف بنعمل أي حاجة، لو عايزين نعمل حاجة نعملها. الجيش قالك اتصرف والحاجة أم الاختراع، يعني لازم نتصرف ونعمل كل حاجة بالإمكانيات اللي عندنا. مش لازم نقف على حاجة أو نقول احنا ما عندناش جفا مش هينفع نعمله. لازم كده يبقى فيه دايما عندنا بدائل وعندنا حل بديل عشان نقدر نطلع احسن حاجة ونعمل كل اللي نفسنا فيه. انا كده بخلص كل البسكوت كده بشكله كله وبعد كده هرصه في الصاج وهكون مولعة الفرن من قبلها على درجة حرارة 180 وهحطه في الرف اللي في النص اللي هو على الشبكة. بياخد معايا من 15 دقيقة ل20 دقيقة، بس لازم طبعا كل شوية تبصي عليه وتشوفي هو يعني من تحت احمر ولا لأ علشان خاطر ما يتحرقش منك. او لو انت الفرن بتاعك مثلا فيه مشكلة ولا حاجة ولا قدر الله ولقيتيه احمر من تحت وما احمرش من فوق، افتحي الشواية شوية صغيرة وكل دقيقتين كده قلبي الصاج في الفرن على ناحية علشان خاطر يتحمر كويس من فوق وما يتحرقش منك. بصوا كده انا رصيته كله في الصاج ودخلته الفرن ودي النتيجة بتاعتي. طعمه هايل وجميل وهش. بصوا عامل ازاي تحفة وبيدوب في البق. وبالهنا والشفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.